لما منقول أعو، أعو الهمزة من أقصى الحلق، العين من وسط الحلق يعني أعلى، أعو، أعو. لاحظتم العين الفصيحة لا بد فيها من رجوع لسان المزمار إلى الوراء قليلا، أعو. أما إذا قلنا أعوذ، أعوذ، هذا مو عين، صوت هلامي. إياك نعبد، هذا مو عين. العين شو؟ نع. إياك نعبد. هكذا الشين. الشين فيها رخاوة يعني جريان الصوت، فيها همس. حط يدك هنا، قول ما تجد تحت يدك اهتزاز. الاهتزاز جهر، عدم الاهتزاز همس. انتبهنا؟ قد أثناء نطق الشين الشفتين شوي يتحركوا، لكن مو لدرجة انتبهنا؟ يعني بعض اخواننا بيقولوا مينش، هذه للشفتين الواو باء ميم بس. طبعا الشين فيها صفة التفشي وانفردت بها. التفشي هو الانتشار، انتشار الصوت. لما تقول بتلاقي الصوت ايه عم ينتشر في الفم. من الشيطان، طاء، الطاء مفخمة، لابد فيها من طاء، تفخيم الطاء وعدم همسها. كثير من اخواننا بيهمسوا الطاء، طاء، لكن من الشيطان. نرى النون لابد ان تكون مكسورة كسر كامل. الرجيم، أج، هكذا الجيم الفصيحة أيها الإخوة. جا، جو، جي، صوتها محبوس لأنها من حروف أجد قطن بكت. أجد قطن بكت. الرجيم. لا نقول الرجيم، هذه الجيم شو؟ رخوة، والجيم الفصيحة ليست برخوة. انتبهنا كيف؟ طيب اسمعوا. الرديم بعض اخواننا بيلفظها كما لفظتها الآن مخلوطة بالدال، ما يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، لابد من أن تكون الكسرات كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما نقول كما يقول بعض الناس، الله يهديهم ويهدينا جميعا، اسمعوا، بس هذه كسرة مخلوطة بسكون. الميم الأخيرة الرحيم، انظروا الرحيم. لاحظتم؟ شيء بسيط كتير حتى تأخذ حظها من صفة وبين رخو والشديد لنعمر، من صفة البينية التي هي الجريان الجزئي للصوت. أما بعض في عندنا طرفين، طرف شو بيقولوا خاصة هدول اللي بيسموهم الصيتين، عرفتون الصيتين؟ بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وكأنه نطق ايه؟ باء. وبالمقابل في عنا بعض اخواننا بيقولوا الرحيم، يعني لا كده ولا كده. انتبهنا كيف؟ نعطيها حظها من ايه؟ من بين الرخو والشديد وبس. شوفوا تك تك، مين اطول، ولا حم؟ نفس الطول. الحمد لله رب العالمين. شايفين النون؟ مين، شيء بسيط كتير. شوفوا الهمزة مرققة، الراء مفخمة. ما بيصير نقول الرحمن. إذا قلنا ماذا حدث للهمزة؟ تفخمت. والعرب لا تفخم الهمزة، العرب تفخم خص ضغط خذ، وليست الهمزة منها. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انظروا لهذه اسمعوا. هل انقطع صوت الياء؟ ما انقطع لأنها رخوة. الخطأ اللي ممكن يكون فيها خطأين. الأول أن يقول القائل إياك نعبد
إياك. شو عم يعمل هذا أخونا؟ عم يقطع صوت الياء مع أنها حرف إيه؟ رخو. الخطأ الثاني إياك نعبد وإياك شو عملها؟ مطها، والمط والإدغام لا يجتمعان. نستعين اهدنا نعطي الهاء حقها من ايه؟ من الرخاوة. ولا نبعد الوترين الصوتيين في الحلق عن بعضهما جدا مثل حرف في. إذا صار الوتران مثل حرف في سيتدفق الهواء بسرعة، مثل واحد فاتح الحنفية على الآخر. ماذا يحدث للماء؟ يخرج بكثرة وبقوة. بيقول لك اهدنا الصراط، بتلاقي فض الرئتين من الهواء وتعب، ويا ريته بعد كل هالتعب شو عمل؟ نطقها. لا نطقها وتعب حاله وتعبنا معه. ما السبب؟ أنه بالغ في إبعاد الوترين الصوتيين عن بعضهما. اهدنا الصي، اهدنا الصي. نأتي إلى الصي، الصراط. الصاد تكلمنا عنها في هذا المكان أكثر من مرة، بأنه دخل عليها عند بعض من يعلم القرآن صوت زائد، وهو إعمال الشفتين. بعض من يعلم القرآن بيقول لك اهدنا. ما هذا؟ لو سألنا ما هذا؟ هل عندما وصف أئمتنا مخرج الصاد ذكروا الشفتين؟ ما ذكروا. صراط الذين أنعمت عليهم غي. شوفوا غي من غين المفخمة إلى مين؟ ياء مرققة. المغ بالعكس من ميم مرققة لمين؟ إلى غين مفخمة. المغضوب عليهم ولا الضا. هنا كم ضاد ننطق أيها الإخوة؟ ضادين. ضاد ساكنة مدغمة في ضاد ايه؟ مفتوحة. ولا الضا ولا الضا. ثم نمد بمقدار يا موسى، أو بمقدار نوحيها، يعني بمقدار 6 حركات. ولا الضا. قالوا هذا 6 حركات، يعني إذا كان المد الطبيعي حركتين معناها 3 أضعاف المد الطبيعي. فإن شئت قل 6 حركات، وإن شئت قل 3 أضعاف المد الطبيعي. انظروا: يا موسى، يا موسى، يا حركتين، أليس كذلك؟ موسى، اجمعوهم شو بصيروا؟ 6 حركات. إذن ولا الضالين. مو كل واحد ولا وين رايح؟ القرآن ليس أغنية، القرآن ليس أغنية، القرآن كلام الله عز وجل، كل ما فيه منضبط. لين هذا مد عرض السكون كما نعلم، يصح أن نمده حركتين أو 4 أو 6، لكن نحن معتادين عادة أن نمده 4. مو معناها 6 غلط، مو معناها الحركتين غلط، كله جائز، لكن خير الأمور الوسط كما يقولون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.